اسلام، هو ليه احساس الموت دايما صعب؟ علشان الناس الغاليين بس هي اللي بتروح يا عمار. اصعب احساس ان انت تحس في يوم انك في ناس غاليين راحت منك. ربنا فعلا ارحم، لكن زعلان علشان راحوا اماكن يمكن احلى بس بعيدة عنك، ولا ينفع انك مرة تروح له زيارة هناك، ولا ينفع انك تستناه في مكان او يستناك. اخرك احلام، اخرك احلام، وتقوم من النوم بعدها زعلان علشان ما اخدتش راحتك وياهم واديت في كلام. وقتها بالعجز بحس، عشان وقت ما كانوا معاك كنت مضحي بكل اللي معاك علشان يفضلوا ويدوموا وتلاقيهم دايما وياك. دلوقتي انا عايش وبضيع وقتي عنهم علشان الوقت يفوت. ما بقتش بقابل حد او اتكلم علشان ما بقتش استحمل اي ضغوط، وعشان ما بقتش الشخص اللي بيستحمل انه في يوم يعرف ناس ويحبها وتموت. اصعب احساس ان انت تقول على حد عزيز عندك ده وحشني بجد يا ريته يرجع، او انك مرة تروح له وتحكي له همومك وعيونك قدام قبره بتدمع، عارف انه لا يمكن مرة يرد عليك، بس الناس بيقولوا الميت في زيارته بيسمع. في كلام جواك محتاج ان انت تقوله له، في حضن كبير من قلبك لسه شايله له، في سلام بالعين قبل ما يكون بالايد، وهزار على ضحك نويت تضحكه له. لو يومها انا كنت اعرف انه هيفارق عمري ما كنت ابعد عنه. انا اول مرة اشيل حاجة وتروح مني. انا اول مرة قد الدنيا امان والدنيا دي هي اللي تخوني. انا اول مرة بجد ادوق معنى الاوجاع علشان في ناس بعدت عني. اصعب احساس مش احساس ان حبيبك يبعد عنك، احساس اللي يروح وما يرجعش، احساس الباب لما يخبط والباب يفضل مقفول وما يفتحش. كنت زمان بعد ما حبيت قلت لو بعد اللي بحبه هكون ميت، بس فراق الحب طلع عادي ما بيوجعش. في حاجات تاني بتوجع اكتر زي الموت، والاحساس ده مش هيحسه غير واحد جربه، مش واحد عايش وما جربش. ده اصعب احساس. الغاليين بيروحوا، لما الغاليين بيروحوا بيبقى احساس صعب جدا والله. ربنا يصبرنا ويصبرك.